وكانت مراسم استقبال الرسمية قد أقيمت صباح اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الجمهوري بالعاصمة الهندية نيودلهي. واستعرض الرئيس السيسي ونظيره الهندي برناب مخرجي حرس الشرف بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة للترحيب بالرئيس السيسي، وذلك بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وألقى الرئيس السيسي كلمة مقتضبة أعرب فيها عن سعادته بزيارة الهند للمرة الثانية خلال أقل من عام، مؤربا عن ثقته بأن الزيارة سوف تعزز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. بينما رحب الرئيس الهندي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده. وعقب مراسم الاستقبال الرسمية وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الهندي المهاتما غاندي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقى في أول أيام زيارته للهند أمس مع وزيرة خارجية الهند سوشاما سوراج